حمدي الحمدي رحمه الله كانوا دائما يسمونه عندما يتعرف الاحتفالات. وبالمناسبة سيد مهند على دراية وأهل سوق الشيوخ أن سوق الشيوخ فيها أكثر من 10 شعراء لم يدخلوا الابتدائية ولهم دواوين الآن تستحق أن تدرس في الجامعات. لا أبو معيش شاعر شعبي، أنا أتكلم عن شعراء الفصحى. أي فبالنسبة لموضوع البحث اللي هو حمدي شاعر فصيح وشاعر شعبي. أي فحمدي كانوا يخلونا دائما آخر أو مسك الختام في الاحتفالات، وهو كان يتعرف أكثر، هو عريف الحفل فيك. وكم من أناس يبهرونك منظرا لكنهم عكس الذي تتوهم، تراهم بأزياء الكرام وإنما بهم بهم صرح أركان المكارم يهدم. يعني حمدي طاقة، أنا لحقت عليه الله يرحمه، حمدي طاقة. فحمدي تمرض بالسبعينات بمرض القلب، وما كان قبل سونار وشرايين وتبديل، فدخل وياه حسن خضير القصاب يرافقه، والشعراء يروحون يواسونه بأبيات من الأبوذية، لو يخلون مبلغ أيضا من المال والمخدة، وحسن يجمع الأبيات. هو أطلق بيت من الأبوذية وهو على وسادة المرض في مستشفى الناصرية القديم اللي هو الحبوبي حاليا في منتصف المدينة. صرت بسملته بروحي ودارها تبو تترك منازلها، أظن أيامها دانت ودورها انتهى وقربت من حول المنية. عندما تنهى هذا البيت إلى شعراء السوق كل كتب على شاكلته، هذا يواسيه وهذا يعاكسه بالرأي ويدعوه إلى الصبر، وهذا يقول له أنا كذا وأنا أفتديك بنفسي وكذا. المهم فكتب جبار الناشي شحط بالدار من ترحل من الدار يا ابو حكي لي ميزونه، اكيف علتك لي من الديره اتحملها ولا فرقاك لي. كتب سيد حسن البزاز ابو فالح الله يرحمه يا حمد همومي هوايه وداوي وجسم حيل من همي، انت بالبلد شمعه وداوي برحيلك تظلم الدنيا علي.